على الصخر حفروا ولائهم للكتائب، والملعب كان واسعا للتنافس الديمقراطي الحر لتعصف ريح التجدد والنضال في أعرق الأحزاب اللبنانية. في أمال المسيحيين وأمال اللبنانيين مبنات على اليوم على حزب الكتائب يرجع يلعب دوره الطليعي والرائد في الدفاع عن لبنان، عن الحرية. هو حزب يحتضن المسيحيين، إنما هو مطلوب أنه أكثر انفتاح، لأن عندنا انضواءات وإن شاء الله مشاريع جديدة من المسلمين على مساحة كل لبنان. استكمل الكتائبيون مشوارهم الديمقراطي بانتخاب قيادة جديدة للحزب، فلبوا الدعوة للمؤتمر العام، وحضر المندوبون المنتخبون من كافة الأقسام إلى جانب أعضاء المكتب السياسي للتشاور في جلسات مغلقة على مدى يومين، ليختتم المؤتمر بانتخاب الرئيس الجديد للحزب. نحن عم نجي بنقول في بعد بلبنان مساحة حرية. الحرية هي خيار، والخيار بدك تحميه، والخيار بده يكون خيار بمسؤولية. شوف أحزاب بعدها عم تتخبط لتعمل نظام داخلي، أحزاب بعدها عم تفتش على آلية للانتخاب. حزب الكتائب عم بيعيش هذا الشيء من تقريبا 80 سنة، هاي شغلة نحن فخورين فيها كتير. واللي بيشوف الجو الانتخابي اليوم بحزب الكتائب، يعني مثلا أنا مرشح على المكتب السياسي، فعلا عم نعمل جهود كبيرة نقدر نتواصل مع القاعدة والكل. عم نحكي ب40 مرشح على 16 مقعد. ما في شك انه الشيخ سامي جميل عليه شبه اجماع بالكتائب، وهيدا منه شيء منافي للديمقراطيه. وقت يكون عندك مرشح قوي جدا، بالعكس هيدا الشيء بيعزز وحده الحزب وبيعزز معنوياته وقدرته على الساحه اللبنانيه. الأنظار شاخصة على هذا الحزب السبعيني الذي تنبض فيه روح الشباب وتحرص على استمراريته حكمة الكبار، خصوصا أنه تمكن من احترام نظامه الداخلي والتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ونوابه وأعضاء المكتب السياسي، الأمر الذي يعجز الوطن بكل مكوناته عن القيام به. أهمية هذا الاستحقاق أنه لم يعد يعني فقط حزب الكتائب ولا الكتائبيين، يعني كل اللبنانيين، لأنه تاريخ حزب الكتائب صار ارتباط وثيق بتاريخ الحياة السياسية في لبنان. تنتظر الرئيس العتيد تحديات كثيرة، أولها ترتيب أمور البيت الكتائبي الداخلي، بالإضافة إلى توسيع رقعة انتشار الحزب والتوجه نحو جمهور جديد ليصبح الحزب أكثر تعددية. هذا بالإضافة إلى الانصراف نحو مشاكل الوطن وتقديم رؤية جديدة وحلول إنقاذية قد تكون متوفرة بجعبة حزب الكتائب وحده.